في جريمة بشعة راح ضحيتها هشام حميد علي الضبيبي وزوجته في صنعاء، وذلك في شارع خولان، وإليكم التفاصيل. وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتهمين، وتبين أن المتهمين هما كالآتي: المدعو محمد أحمد علي أحمد مجلي 25 عام، ردمان علي أحمد مجلي 37 عام، وكلاهما من أهالي خولان، مديرية جحانة بمحافظة صنعاء. وأشارت الشرطة تمت عملية الضبط بالتعاون مع أمن محافظة صنعاء، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية لاستكمال الإجراءات القانونية. حادثة أليمة في شارع خولان، راح ضحيتها زوج وزوجته، وهو هشام الضبيبي وزوجته، حيث تم إطلاق النار عليهم وهما يستقلان السيارة. أطلق المسلحين النار على الرجل وزوجته داخل سيارتهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أثارت القضية تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أحزنت الجميع. إن شاء الله ياخدوا أقصى عقوبة، اللهم أمين.